هحكي لكم على رحله غالبا كلنا بنطلعها، بس كل واحد فينا بيطلعها لوحده، ما بيحتاجش حد معاه. انت بتمشي في الرحله دي لوحدك، طريقك بتاخده لوحدك. مش بتحتاج ان انت تجهز لها كتير، يعني انت بس بتقرر انت تطلعها. بتمشي في طرق كتيره، زي ما الطريق ياخدك بتمشي، تقع شويه، تقف شويه، تلاقي الدنيا ماشيه معاك حلو فتتبسط وتمشي، وشويه تلاقي الدنيا معصلجه وعمال تقع وتقع وتقوم وتقع. فعلى حسب انت ماشي في الطريق، عايز توصل لمكان معين. المكان اللي انت عايز توصل له احيان كتير بتوصل له بسهوله. اول ما توصل له وبعد ما عانيت طول الطريق وصلت له، ايه ده، هو ده اللي انا كنت عايز اوصل له. ده سيناريو. السيناريو التاني، وتفضل ماشي في الطريق والرحله طويله وتقوم وتقع وتقوم وتقع، والمكان اللي انت عايز توصل له اول ما وصلت له فرحت قوي ان انت وصلت له، فرحت جدا، بس فرحتك دي مخلياك خايف قوي على المكان ده، عمال خايف عليه، خايف عليه من الحسد، خايف عليه من الناس، مش عايز تخلي الناس، مش عايز الناس حواليك يعرفوا عنه حاجه. من كتر ما انت مبسوط ان انت وصلت للمكان ده خايف ان انت تفقده، فانت برضو مش مبسوط. سيناريو تالت، طول ما انت ماشي في الطريق عمال تقوم وتقع وتقوم وتقع، عايز توصل بس مش عارف توصل، عايز توصل للمكان اللي انت رحت له، اللي انت عايزه، بس مش عارف توصل له، مش عارفه اوصل له. بس انت وانت في طريقك بتلاقي اماكن تانية كتير. الاماكن دي انت بس لو فكرت شويه وكان ممكن تبقى احلى كتير من المكان اللي انت عايز توصل له. فممكن كتير قوي ان احنا في الاماكن اللي موجوده في طريقنا نلاقيها ممكن تبقى احسن من الطريق اللي احنا كنا عايزين نوصل له. واخر سيناريو، بعد ما بتتعب وبعد ما بتمشي في الطريق عمال ماشي ماشي وتقوم وتقع، وصلت للمكان، ما فرحتش قوي وما زعلتش قوي، بس انت عارف ان انت هناك بتقضي مصلحه، انت هناك عشان في رساله عايز توصلها، مش متعلق قوي بالمكان، وفي نفس الوقت مش زعلان، او مش لا زعلان ولا فرحان. فلو هنقول الرحله دي هي ايه، هي رحله الدعاء. كل واحد فينا هو بيدعي عايز يوصل لحاجه، ساعات بيوصل لها واول ما بيوصل لها ما بيتبسطش بيها، ايه ده، هو ده اللي انا وصلت له، هو ده اللي انا كنت هموت عليه. وساعات تانية ما بتبقاش عارف توصل لها وهتتجنن، على الرغم ان انت ممكن لو بصيت حواليك هتلاقي حاجات تانية كتير حلوه تعوضك على اللي انت عايز توصل له. وممكن في حالات تالتة اول ما توصل والحاجه تلاقيها في ايديك، بس حب تملكك ليها مخليك خايف ومش مستشعر جمالها. فمتهيألي احسن طريق من وجهه نظري هو الطريق الاخراني. انت لا زعلان ولا فرحان، انت عارف ان انت هناك في طريق، في مهمه هتأدي رساله وهتسيب المكان بعد كده وهتمشي في يوم من الايام. فدعائك اختيارك. وانت بتدعي حط في بالك السيناريوهات دي، وممكن يبقى في سيناريوهات تانية معرفش، انا بتكلم عن السيناريوهات اللي انا مريت بيها. فخلينا ما نتعلقش قوي باي حاجه. بس شكرا.